السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. شيرين عبد الوهاب، وما زالت شيرين عبد الوهاب على الساحة وعلى السوشيال ميديا. كل الناس بتتكلم على شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب باعت الكل علشان مين؟ علشان حسام حبيب، واللي يحب ما يكرهش. كل التفاصيل هنتعرف عليها، بس الأول نصلي على حبيبنا عليها أفضل الصلاة والسلام. شيرين عبد الوهاب بعد خروجها من المستشفى طردت والدتها وطردت أخوها، ومش بس كده، لا، ده رفعت قضية كمان على أخوها لأنه ضربها وسحلها زي ما هي قالت وزي ما سمعنا. سحلها من فين؟ سحلها من شقة التجمع. وليه؟ علشان كانت مدمنة زي ما هو قال، وزي ما سمعنا من أخوها إنها كانت بتتعاطى مخدرات وبتشرب مع حسام حبيب، وكانت عايشة مع حسام حبيب زي ما قالت والدتها مع عمرو أديب. كانت عايشة بدون جواز، وقالت في وقتها إنها ما يحقلهاش إنها تعيش. شيرين شالت الموضوع ده لأخوها وحلفت إنها لما تخرج من المستشفى هتخلص منه اللي عمله فيها. طردت والدتها وقالت لها انت فضحتيني، وطردت اخوها وقالت له انت بتستغلني وهرفع عليك قضية وهعلمك الادب. انا شيرين عبد الوهاب. واشترت مين؟ اشترت الحبيب الاولي. وباعت مين؟ باعت اهلها كلهم، باعت والدتها وباعت كمان اخوها وحتى بناتها. قالت لهم روحوا عند ايه؟ عند باباكم. باباهم الملحن محمد مصطفى. طب وبعدين يا شيرين، يا ترى هتعملي ايه تاني؟ هل هتبيع حتى مستقبلك الفني علشان حسام حبيب؟ لسه الأيام هتورينا. شيرين كده غلط، لازم تفوقي لنفسك. مش كل اللي بيحب بينسى كل الدنيا وبينسى كل اللي حواليه وأهله وناسه. علشان مين؟ علشان حبيبه. لا يا حبيبتي، لا يا شيرين، اللي ملهوش خير في أهله ملهوش خير في حد. وانت جربتي حسام حبيب قبل كده؟ عملك ايه؟ نزلك لتحت. وانت يا شيرين عايزة تكبري عن كده كتير، وانت مش صغيرة، انت 42 سنة. يعني المفروض التصرفات اللي بتعمليها دي تصرفات مراهقين. بلاش يا شيرين، عقلي وفوقي لنفسك وارجعي لبناتك، ويا ريت ترجعي لطليقك الملحن محمد مصطفى. وكفايه اللي انت بتعمليه وكفايه اللي عملتيه. احنا بنحبك، احنا بنحب صوتك، احنا بنحب شخصيتك، لكن تصرفاتك لا. فيا شيرين ربنا يهديكي ان شاء الله، وترجعي تاني شيرين عبد الوهاب الملتزمة. واحنا عرفنا كمان ان شيرين مش بس هترجع لحسام حبيب وبس، لا، ده ناوية تسافر تركيا كمان علشان تقضي شهر العسل. وكمان اتنازلت عن كل القضايا اللي رفعها ضد حسام حبيب، وكمان كانت رافعة قضية على والد حسام، اتنازلت كمان عنها وحبت ترجع تاني لحسام حبيب. احنا طبعا مش ضد انها ترجع، هي حرة ترجع ما ترجعش، ده حاجة تخصها. ولكن كفاية بقى، كفاية فعلا، كفاية شيرين. بعد كده اللي جاي معاكي هيبقى ضدك. نتمنى من ربنا ان ربنا يهديكي على الطريق الصح. اشكركم والسلام عليكم.